اسمي روان ميلاد قداح، مواليد 97. أبي اسمه ميلاد موسى قداح. عيلتنا مؤلفة من 7، أبي وأمي ونحن أخواتي 5. قبل أبي كان يشتغل قبل الأحداث مزارع، يعني كان عنده أراضي زراعة وكذا. مع بداية وطبعا قبل الأحداث أنا وأبي كانت دايما أفكارنا متناقضة مع بعضها، يعني أي شغلة كنت أعملها كان هو يضربني عليها، وبعد أي نقاش بيني وبين أبي كنت أعرف إنه في قتل بالنسبة لإلي. مع بداية الأحداث طلعت مظاهرات، بعد هيك مظاهرات مسلحة. مع بداية المظاهرات المسلحة أبي صار يفوت لعنا مسلحين على البيت، كان أحيانا يفوت عنا 3 أو 4، وكان معهم سلاحهم طبعا بارود روسي، وغير هيك أنا كان يفوتوا معي سلاح تاني بس أنا ما كنت أعرف شو هو نوعه. أنا استغربت من هذا الشي. 15 يوم يعني أبي لا أمي لا أخواتي يفوتوا لعندي بغرفة معزولة تماما عن الوضع الخارجي برا، لا تلفزيون ولا تليفون، يعني غير اطلع الحمام وفوت بس. يعني كان وقتها بهاي الفترة استغربت من تصرف أبي إنه مدللني يعني بالأكل بالشرب، يجيب لي شو بدي، بس يعني ما نعني عن التواصل الاجتماعي البراني بالمرة، حتى المدرسة ما يعني إنه أروح عليها. بعد فترة 15 يوم إجا أبي لعندي، فعم بيقول لي إنه كرمال روح على الحمام كرمال أتحمم. فأنا استغربت منه وفرحت بنفس الوقت إنه بده يفوتني على الحمام بعد 15 يوم. فورا أخذت ثيابي ورحت على الحمام، وأنا عم أتحمم هونيك إجا لعندي واحد تقريبا عمره فوق 50 سنة، فهو ما كان لابس غير ثيابه الداخلية، فحاول انه يعتدي علي بالحمام، بس هو ما حسن، يعني الحمام ضيق وانا كنت صرخ وعيط، فما حسن انه يعمل شي بالحمام، فشدني من شعري واخدني على الغرفة. وانا عم صرخ وعيط بالغرفة كان ابي سمعاني يعني، بس هو ما اجا لا ساعدني ولا حتى انه طالع الزلمة من عندي. فهذا الزلمة اعتدى علي، كنت انا عزراء بهذاك الوقت، فهو اللي فك لي بكارتي. بعد هيك فورا ما في ثانيتين ولا انه فايت زلمة تاني لعندي، يعني لسه ما لحق هداك يطلع قام فات لعندي واحد تاني. قمت انا كمان بنفس الوقت صرت صرخ وعيط وكذا، بس اثناء اني عم اصرخ وبعده عني قمت غبت عن الوعي وما عاد وعيت على شي لفترة تقريبا صحيت بعد ربع او ثلث ساعة. بعد هيك بعد ما صحيت انه صرت ناديت لابوي، اجى ابي لعندي على الغرفة، فانا عم قل له انه ليش هيك عملت واجوا لعندي وكذا، وليش ما فتت لعندي وانقذتني منهم وكذا وهيك. فهو عم بيقول لي انه معلش هذا كلياته جهاد، وكل ما انت عملتي هي الشغلات كل ما خليتي واحد من المجاهدين ينام معك كل ما زادت حسناتك وقلت سيئاتك، وحتى لو متي رح تموتي شهيدة وفورا رح تفوتي على الجنة. ويعني صار انه يحكي لي انه هذا كلياته جهاد. بعد ما اعتدوا علي هدول الاثنين انا صارني نزيف، وضل معي النزيف فترة 20 يوم. فطلبت من ابي انه يجيب لي ادوية او ياخذني على الدكتور، فهو كان يرفض، ما كان لا ياخذني ولا يجيب لي ادوية. طبعا فترة 20 يوم هدول يعني ابي ما كان يفوت لعندي حدا لانه كان يعرف انه صايبني نزيف. بعد ما انه خلصت نزيف وكذا صار يرجع يفوتن لعندي مرة تانية، ضلوا تقريبا يفوتن لعندي فترة اسبوع. وكمان نفس الشي انه كل ما يفوت لعندي حدا مثلا حاول امنعه او شي، فاحيانا انا اغيب عن الوعي. فمرة فات لعندي واحد انا كنت بعرف شكله لانه كان دائما انه بس روح على المدرسة كان دائما يوقف باخر الحارة يصير يلطش البنات وكذا. فات لعندي هذا الشخص، فانا عم قل له انه حاولت اني استعطفه انه انا بنت بلدك وكرمال الله لا تعمل معي هيك وكذا. فهو عم بيقول لي يعني اذا انت غايبة عن الوعي ابوكي ما وفرك، انا هلا ضلت علي ما وفرك. فانا كرمال هيك بتوقع انه ابي نايم معي، بس انا ما كنت وعيانة يعني على فترة انه نام معي، بس هو هذا الشخص انه قال لي انه ابوكي ما وفرك، فكرمال هيك انا استنتجت انه يمكن ابوي يكون نايم معي. حاولت اهرب، يعني وقت ابي طلعني على الحمام كنت حاول اني اهرب، بس يعني اذا بدي اطلع من البيت نحن بيتنا ما في له غير باب، يعني باب وحيد انه للشارع، فاذا بدي اطلع من هذا الباب بدي اكيد المسلحين وهن عنا اكيد رح يشوفوني، لانه باب البيت مطل على الشباك اللي تبع الغرفة اللي قاعدين فيها المسلحين، فكان من المستحيل اني اطلع من البيت. بعد ما كانوا يطلعوا من عندي كان يحكي لهم قبضني، فاكيد معناته انه كان ياخذ مصاري. بعد ما دخل الجيش عنا على البلد على نوى، ابي والمسلحين اللي كانوا معه كلياتهم طلعوا من البلد، يعني طلعوا من نوى
وتوجهوا على ضيعة اسمها تسيل، هي حد نواة. ورجعت امي واخواتي على البيت. بهاي الفترة انه انا عم اسأل امي انه ليش تركتيني وليش رحتي وانا هيك صار معي، عم احكي لها انه شو صار معي. بس هي يعني انه كانت تحكي لي انه كل شي صار معك معلش، و ما كان يعني اذا بدك تحكي لحدا بدي اضربك بدي موتك، يعني ما كان عندها اي معنى. يعني ما حاولت تهديني، ما حاولت تعمل اي شيء انه تقول غصب او شيء، لا، بس انه كانت تقول اذا بتحكي لحدا او بتجيبي هاي السيرة لحدا انا راح اضربك راح موتك. فبعد هيك كان ابي دائما كمان يتصل في امي وانه يطلبها كرمال تروح لعنده على الضيعة اللي هو فيها. فكانت هي الصبح تطلع من البيت، قبل ما تطلع تغير أواعيها الداخلية والخارجية وتطلع ترجع المساء. بعد ما ترجع كانت دائما تتحمم. فأنا استنتجت من هاي الشغلات كلياتها أنه هي أكيد كانت تروح لعنده وكمان كانت تعمل يلي بيسموه هن جهاد النكاح. بعد فترة اتصل أبي في أمي وعم بيقول لها إنه جيبي لي روان وتعالي. فانا استخلصت انه اكيد هو بده ياني يروح لعنده على هي الضيعة كرمال انه يعمل معي مثل ما كان يعمل معي اول شي، فكرة جهاد النكاح. كرمال هيك انا اول شي قلت لامي طيب اوكي، لبسنا وجهزنا حالنا وطلعنا بالسرفيس، يعني رايحين على التسيل. هنيك مرينا بحاجز كان باخر نوى، فصرت انا صرخ وعيط على هذا الحاجز. نزلوني هنن الجيش، نزلوني سألوني انه شو صاير معك شو كذا. فانا قلت لهم انه شو صاير معي طالبة حمايتكم. فهن حطولي مركز الرعاية ووصلوني لهاي المرحلة اللي انا فيها هلأ.